الكرام، وللحديث عن التحكيم الذي رهن حظوظ الاتحاد والشباب في تنشيط نهائي جزائري خالص 100%. مهمة مكتملة الأركان. بعد هذا الفاصل فلا تغيروا المحطة. برنامجنا متواصل والحديث كان شيقا أيضا. في الفاصل الاتحاد الإفريقي والصافرة التحكيمية في إفريقيا سموا المصطلحات باختلافها، ولكن الهدف ربما واحد، وإبعاد الأندية الجزائرية. قد لا أغالي ولا أبالي ولا أغالي ولا أزيد عن الحقيقة إن قلت أن التحكيم الإفريقي في مباراة شباب بلوزداد أمام الزمالك المصري وأيضا اتحاد الجزائر أمام أسفيا المغربي كان منحازا بنسبة كبيرة. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. الأصدقاء ديالي اللي كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة، كذلك تفعلوا أخوتي الزر ديال الجرس، لايك أخوتي الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا أخوتي ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناة. الأصدقاء ديالي في هذا الفيديو غادي نشوفوا الاعلام الجزائري مازال كيبكي ويشكي وقال لك باللي هذه مقصوده وهذه مؤامرات ضد الانديه الجزائريه، باغيين يقصيهم، بغاو يحرموهم باش ما يوصلش فريق شباب الوزداد للنهائي ضد فريق اتحاد العاصمه ويكون نهائي جزائري 100%. قال لك هذه مقصوده وحنا كنعرفوا شكون اللي كيخدم في الكاف وراهم كيحاربونا من شحال هادي. اصدقاء ديالي بلا ما نطول عليكم نشوفوا البكا والشكا ديال الاعلام الجزائري. نتوما حكموا، اكتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم ونتلاقاو في نهايه الفيديو. الكرام، وللحديث عن التحكيم الذي رهن حظوظ الاتحاد والشباب في تنشيط نهائي جزائري خالص 100%. مهمة مكتملة الأركان. بعد هذا الفاصل فلا تغيروا المحطة. برنامجنا متواصل والحديث كان شيقا أيضا. في الفاصل الاتحاد الإفريقي والصافرة التحكيمية في إفريقيا سموا المصطلحات باختلافها، ولكن الهدف ربما واحد، وإبعاد الأندية الجزائرية. قد لا أغالي ولا أبالي ولا أغالي ولا أزيد عن الحقيقة إن قلت أن التحكيم الإفريقي في مباراة شباب بلوزداد أمام الزمالك المصري وأيضا اتحاد الجزائر أمام أسفيا المغربي كان منحازا بنسبة كبيرة جدا. رهن حظوظ الفريقين في تنشيط نهائي جزائري خالص ربما يزعج قبل الأوان. أطراف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطة مفضوحة فاضحة. البداية بشباب الوزداد. يا إبراهيم أعطينا صور من المدرجات. أعطينا، خلينا نتابع الحديث التقني ثم نعود للجانب التحكيمي حتى نكون منصفين. يا سي عبد السلام بوسري، نصف نهائي الملفت للانتباه ما فعلته جماهير الفريق، جماهير أبناء العقيبة تيفو خيالي، ومع ذلك شباب بلوزداد كان يستحق الخسارة تقنيا بدنيا نفسيا ذهنيا، كل هذه المواصفات على الجانب التحكيمي. كان يستحق الخسارة أم كان يستحق الفوز أم التعادل لا حسب؟ يستحقوا الفوز. البارح نظن باللي سي ار بي داروا يعني ما نقدروش داروا سوبر ماتش، داروا مقابله لا باس بها، يعني كانوا يقدروا ما يستاهلوا الماتش نول يعني. ولا خصوصا كيف هذا الصور شيخ علق لي عليهم. عاود رد لي ابراهيم صور وي لا لجماهير شباب لا كي بلوزداد تشوف، لا كي تشوف وتيفو، هكذا انا قلت شحال من خطره نقول لك الصح. وهذه انا الصور التي نحبذها بعيدا عن الشماريخ بعيدا عن العنف، إيصال رسائل عن طريق هندسة ثلاثية الأبعاد تنم عن تفكير وعن دراية وعن ثقافة وعن تربية وعن أخلاق وعن رسالة، لأن كرة القدم في النهاية هي رسالة. يا سي عبد السلام بوسري، لا بصح يستحق الشباب الهزيمة. نقول لك حاجه، كي تشوفوا شنو اللي ولا هاد ليزيماج سي ان بليزير سانسيرمون، حاجه مهمه كي تكون الور كي تكون في التيران، كي تكون في التيران وتشوف هذيك لومبيونس هذيك لوجيكمون تزيد فيك النص هكذا. لومبيونس هذه تاع البارح فريمون ساسوا البارح ولا واللاعبين كانوا عند مستوى الجماهير.
اللاعبين البارح نظن باللي داروا، انا نظن باللي سي ار بي داروا ان بون ماتش. سي فري كانوا او موان يستاهلوا مينيموم ماتش نول مينيموم، باسكو داروا ان بون ماتش. وشنو سي ار بي ما تحكموش اصلا، ايزون دي زوكازيون لعبوا مع ليفيكاسيتي القدام ما. وزاد الاربيت كما قلت لحالهم بيت نهضروا عليهم بعد. نظن باللي وشنو كاينه حاجه، انا نظن باللي قادرين يروحوا لمصر، يقدروا يديروا نتيجه. واتونسيون علاش تكون واعره شويه، علاش باش نكونوا ايضا شفتهم البارح نبيل خويا، شفتهم البارح كي خلص الماتش لي جوار طاحوا في القاعه، ستادير فريمون ايزون تو دوني ومساكن شغل. ماتنون لازم هما هذه دوك ماتنون المدرب ولا ريسبونسابل تاعهم لازم مونطالمون لازم يكونوا فور، لازم بسيكولوجيكمون لازم يهضروا معاهم ويا باش كي يروحوا لمصر يقدروا يديروا بالنتيجه تما ويسون كابابل. كي يشوف النيفو تاع الزمالك وسي ار بي البارح، سانسيرمون سي ار بي صعب باش نكونوا منصفين. شيخ عبد السلام 260 دقيقه، 28 دقيقه الاولى تلقى الهدف الاول شباب بلوزداد، 62 دقيقه لم يحسن فيها التعامل مع المباراه ولم يحقق هدف التعادل. 62 دقيقه في كره القدم راهي عمر طويل جدا، يعني مع النقائص في التوظيف التكتيكي، في الصلابه الذهنيه. شنو هذه الاسباب اللي خلت معك؟ خويا اتونسيون الداني كاردور هذوك اون 15 مينوت ils ont eu 2 3 اوكازيون، كانوا يقدروا يسجلوا ويماركوا دوزيام بيت، ولكن عبرك واعره شويه على باش باسكو الزمالك ولاو اللور كي ماركوا البيت ولاو اللور ولات واعره شويه باش تروفي دي سباس وكذا. وشنو السي ار بي عجبوني ولاو يجوزوا باليزال وداروا دي زاكسيون دونجوروز، سورتو وحده اللي عطاها له في عطاها هذاك لاتاكون عطاها بالبلادو بي الكارديان جا تو سا. هادو سي دي بيت، هادو il faut pas باسكو في المقابله سور 90 مينوت ما تسناش يجيو 4 ولا 5 اوكازيون، بارفو اون اوكازيون تجيك ترميها لداخل هكذا. دونك انا يعني غروسو مودو ils sont capables ماترون لازم يخدموا لهم مونطالمون، لازم يكونوا فور ويروحوا ليه يديروا نتيجه ان شاء الله. سي سعيد تقنيا نقول لك اقنعك الفريق؟ نقول لك شوف، انا كنت جو ميزي اكثر، كنت تاكل بوكو بلوس على البيبليك. قلت انا اون اتموسفير كيما هذيك راح تدفع اللاعبين تاع شباب الوزداد انهم بالك يرفعوا من المستوى نتاعهم ويلعبوا في المستوى العالي، لان عندك كان بيبليك دارير. ومن الجهه الثانيه راح يربك فريق الزمالك لما يشوف هذيك لومبيونس اللي كانت في الملعب. للاسف مستوى كره القدم الجزائريه اليوم ماهيش بمستوى الجماهير اللي راهم يعطونا هذه الصور الرائعه اللي تكلموا عليها الصحافه المصريه والصحافه العربيه. ولكن لما نتكلم على البيرمون تكنيك نقول اللاعبين تاع شباب الوزداد دخلوا ستريسي، دخلوا خايفين من الريزولتا. تكلمنا كثير على الزمالك وعطينا لهم قيمه اكثر من اللازم. سي فري كي ربحوا بيراميدز، سي فري كي ربحوا الاهلي، سي فري كي ربحوا مع المصري 4-0، ولكن ماتش دو فوتبول سا سو جير. يلزم لك ان نوم، يلزم لك راجل واقف في الكوتشينغ، يوقف مع اللاعبين دون الفيستير، يوقف مع اللاعبين. سي ار بي نا با دونترينور ديبوي اون اني. اسكو سي نورمال؟ لازم يفتح تحقيق في هذا المشكل تاع هذا المدرب اللي ما قدروش ينحيوه. كيس كي سباس؟ واش كاين في الملف تاع المدرب هذا؟ الملف هذا عاق فريق اسمه شباب بلوزداد اللي يطمح وعنده امكانيات وعنده لاعبين وعنده جمهور وعنده ناس واقفين اللي يقدروا يروحوا يجيبوا به الكاس لا كوب دو كونفيدراسيون. باسكو جو لا كونسيدير شباب بلوزداد كوم لا ميور ايكيب ممكن في هذه المجموعه. ولكن لما تشوف داخل الملعب لاعبين خايفين، لاعبين ستريسي، لاعبين ما قدروش يخلقوا فرصه طيله 30 دقيقه. الزمالك سجلوا الهدف ومن بعد ايزونجيري عبد السلام، ايزونجيري ما نقولوش باللي اون ليزا دوميني، يعني رجعوا لورا يلعبوا ب 4-5-1، يلعبوا على اليمين يلعبوا على اليسار، خلاوك ترفع الكور وما يلعبوا مليح بالراس، ردوا كل الكور. اذا والمباراه مشات بالطريقه هذه، لان لو تروح للستاتيستيك يا با يو بوكو دوكازيون حتى عند شباب الوزداد. ولكن الهدف نتكلموا على الهدف نتاع شباب الوزداد شرعي والف مره شرعي. راك متحمس باش تحكي لي الهدف اللي هو لقطه بالحسيني يا سي ابراهيم. الصور متوفره للقطه هدف بالحسيني الذي رفضه. بارك الله فيك ابراهيم. عليك تفضل شيخ، تفضل سي عبد السلام. شو هذه الصور؟ شاهد صور
واضح. احنا ما نشوفوا لا تفضل. لا بالك رفيقي فا اكسبليكي بالقانون. كاينه حاجه معليش يعاودها لنا الشيخ، يعاود لنا الصوره باش المشاهد يحكم. هذا اللاعب الحسيني الذي لمست الكرة يده ثم حولها إلى الشباك. الحكم عاد يد اليمنى. عاود لي الصورة يا سي ابراهيم بارك الله. البالون با ايتي شونجي. اليد نتاع اللاعب كانت لاصقه في الكورد نتاعو. كان عنده هكذا. لو خرجت ب 5 سنتي شونجي تراجيكتوار، هنا نقول معاك اطار الجدل عباك واستمرت شيخ انه الحكم عاودوا للقطه الفار، عاودوا لتقنيه الفار وشاهدها بالتدقيق وشاهد واش رانا نشاهدوا نحن حاليا. تفضل سي رفيق. انا مختلف مع انامي لصديق هو حاكم دولي سابق، مختلف معاه وبارابو زعف عليا، قلت له راك غلط. انا عندك غلط، انا ماشي نجادل في حكم. هو قال كل لافار وعطى لي اكسبليكاسيون دابي لا لوا 12 تاع لوا دو جو، لا لوا 12 كان 17 لوا تاع الفوتبول. هو راح للاما وعطى لي القراءه، قلت له راك غلط في الانتربريتاسيون تاع القانون زعف عليا ونحترمه. هو قال لي الحكم يعرف وماشي صحافي اللي يقرر، نقول له القانون هو اللي يعرف. هذا ما كان اي واحد يقرا القانون يعطي الانتربريتاسيون. كاين حاجه اللي ناسينها، هما داروها راكورسي. هو اعتقد برايي المتواضع وما نقدرش قلت لك هو اربيت اكس اربيت انترناسيونال، مي جو بونس داير راكورسي. يقول لك شوف كاين واحد لافراز يقول لك il y a faute si un joueur كاين 1 point 2 point 3 point بعد يقول si un joueur marque un but directement de la main ou du bras même de manière accidentelle ou يعني marque un but immédiatement après que le ballon a touché sa main ou son bras même de manière accidentelle. هو دار له راكورسي صافي يقيس فيك البالون وتستغلها. يحبس عندك شرح. يقول لك واش يقول لك هناك خطأ في لا لوا دوس، هناك خطأ في حال كاين 1 بوان 2 بوان 3 بوان. يقول لك في حال اللاعب سجل هدف مباشرة بيده أو بذراعه حتى ولو كان بطريقة غير مقصودة، أو يقول لك إذا فوت كاين هناك خطأ إذا سجل اللاعب هدفا مباشرة بعد أن ما لمست الكرة يده أو ذراعه ثم استغل الفرصة لتسجيل هدف حتى لو كان بطريقة اكسيدونتير غير مقصودة مستفيدو. هو راح للورا كرسي هدايا في كل الحالات في يد الجوار هكذا. نو انا قلت لك غلط، قرا القانون منذ البدايه باسكو كاين كرونولوجي تاع القانون. هو واش ما قراوش قال لي زاربي ديري جروب واتساب حنا لي زاربي تعرف خير منك. قلت له القانون اللي نقراه اللي مكتوب هذا ما كاش بينالتي ما كاش يد، هدف شرعي وعلاه كاش يبدا لا لوا دوس واش تبدا. يقول لك لا يتكلم على اليد، لمسه اليد. يقول لك هو شوف الفلسفه كيفاش تو كونتاكت اونتر لو بالون اي لو برا او لا ما دان جوار، يعني اي كونتاكت اي تلامس بين الكره والذراع ولا يد اللاعب ليس بالضروره خطا، ليس بالضروره خطا. هنا باسكو كاين حالات كثيره، كاين حالات بعيده على 18 متر وحالات داخل 18 متر. اوكي قلت لك 1 بوان 2 بوان. وين يهضر القانون هو مع الاول؟ يقول لك كي تكون اليد غير طبيعيه، اليد غير طبيعيه ويستغلها اللاعب يقول لك خطا، تسمى الوضع غير طبيعي، يستغل الفرصه يدي بالون بوضع غير طبيعيه. ويشرح شنو هي الوضع غير طبيعيه. يقول الوضع غير طبيعي لليد اللي ما تمشيش مع لو موفمون تاع لو كور، ما تمشيش مع لو موفمون تاع لو كور. انت واقف داير هكذا مثلا، لو كان تصوتي وتخرج يدك صافي تولي وضعيه طبيعيه، لو كان تجلس دير طاك وضعيه طبيعيه. هاد الاشياء هذوما ما يتحسبوش خطا، الا يتحسبوا خطا الا اذا كنت انت لاطاكون داخل 18 متر وصوتيت وماركيتها بيدك ماشي بالعالي، هنا يتحسب لك فوت. كي تماركي به بيت او تديها بيدك ماشي بالعالي وتماركي بيت. الفرق في تسجيل الهدف تسمى تزول الوضعيه تاع الطبيعيه كي تصوتي الا اذا سجلت فيها هدف. صافي المشرع واش يقول لك هنا؟ واش يقول لك؟ يتكلم لك الا على الوضعيه غير طبيعيه. اما اللقطه هذه كي تشوف في البدايه تاع القانون يقول لك ليس في كل الحالات لمس الكره باليد يعتبر خطا. كنشوفوا الوضعيه هذه الوضعيه ما يتكلمش على القانون دو دوز، ما يتكلمش عليه على القانون دوز باسكو علاش قلت لك يدو لا دروس ولا لا غوش. يدو كولي لو كان قاصد في يدو لا غوش كان قاصد بغير الكارديان هو اللي ضربها فيه. لو كان قاصد في يدو لا غوش اللي كانت ديكولي فهمت واستغل الفرصه وسجل الهدف هنا خطا يا با سوسي، لانه هذه الوضعيه لو كانت في 18 متر ديالو هو ما يتحسبش بينالتي،
لانه ما سجلش بها هدف. هذه اللقطه لو كان ضربت في يدو لاغوش جوار تاع سي ار بي هنا واستغل الفرصه بينالتي. اسمح لي نبيل، بصح وين ضرب البالون؟ ضرب البالون في يدو لا ضربات، يدو لا ضربات كانت في الوضعيه الطبيعيه، كانت مع لو كور. لو كانت تنحي يدو لا ضربات تنحيها تقطع يدو لا ضربات تضرب هنا في الكور تاعو. فهمت؟ هاي لا ديفيرونس. هما مغالطين في على الاقل القانون يقول هكذا. لا يمكن اليوم نقولوا باللي لو جوار تاع سي ار بي بلا لوا دوس انه قاس البالون بيدو واستغل الفرصه يسجل هدف لسبب واحد، لانه يده في اللقطه هذه هو واقف كان في الوضعيه الطبيعيه اللي هي ساما نا با اغروندي سون كور. هو راح لافار واش شاف؟ كاسكي لا فيو. وتخالفت مع السيد اللي نحترمه كثير انه قال لك ضربت في يدو، ايفيكتيفمون ضربت في يدو لا بال اللي بوسها الكارديان المصري ضربت في يد الجوار تاع سي ار بي، سوف كو ضربت في يدو لا ضربات اللي كانت كولي دون سون كور، ما ضربتش في يدو لا غوش. لو كان ضربت في يدو لا غوش واستغلها يدو لا غوش استغلها بور امورتير لو بالون باش يسجل هدف. لانه علاش اسمح لي علاش الفرق هذا الطفيف؟ قلت لك شو اللقطه هذه لو كان صارت مثلا في 18 مات تاع سي ار بي وجوار تاع سي ار بي قاسها وديجاج ما خلاش مصري ما يسجلوا هدف، زعما ضربت في دو لا غوش ورومبالاها باسكو الكارديان ضربها فيه، ما يتحسبش بينالتي. لانه الحاله هذيك الكارديان البالون كان قريب ما كانش عنده الوقت ينحيدو، ما يتحسب بينالتي، يتحسب خطا باليد الا اذا استغليتها تسجل هدف. سوف كو البالون يا ناس البالون لا بال ما قاستش يدو لا غوش باش ينطبق عليه لا لوا 12، قاست يدو لا دروات، والقانون فيه في الفلسفه تاعو مبني اصلا على لاغرونديسمون دو كور لي مو لو برا. هنا اليد تاع الجوار تاع السيربي كانت لا دروات باش نحكي ايضا على حاله ماشي خطا. فاهمك بس خذ ضيق الوقت، وايضا نحكيوك ايضا على ظلم التحكيم اللي تعرض له. متفقين على انه الاتحاد الجزائر ايضا تعرض الى ظلم تحكيمي تعادل سلبا امام اولمبيك اسفي. هذه صور المواجهه، ركله جزاء سي سعيد كناوي، وايضا هدف الغاه الحكم امين عمر الحكم المصري بعد العوده الى تقنيه الفار. خليني هذه هذا الهدف صحيح. قال الحكم هنا صحيح. خلينا نروح اللقطه الاولى اللي هي ضربه الجزاء. ابراهيم ضربه الجزاء. لا، هذه الهدف اللي سجله اتحاد العاصمه عن طريق دراوي ورفضه الحكم بعد العوده. لا، في لقطه اخرى فيه لقطه اخرى يا ابراهيم. هذه صوره هذه ضربة الجزاء يا ابراهيم. توقف لي فقط. لا، هذه هي الصورة. هذه الصورة لركلة الجزاء التي رفض حكم المباراة أمين عمر احتسابها. تظهر عرقلة على لاعب مولودية أو اتحاد الجزائر، مهاجم اتحاد الجزائر خلادي من طرف مدافع الفريق المغربي. رفع لي الرجل. شيخ وضحت لك الصورة؟ انا شفت المباراه وشفت اللقطه وشفت الاعاده انا نطرح سؤال. لو كان هذاك لا ميم فوت اللي اندارت في البينالتي اندارت في دارت خارج الديزيو متر اما تكفره، يوليو يديروا واحد الحسابات انه باسكو راح نمد بينالتي. تمد بينالتي يا فوت سيليا فوت لا فوت اللي يديرها داخل 18 متر ديفونسور ولا يديرها في وسط الملعب ولا يديرها في وين دارها سيليا فوت يا فوت يفالي كيسيفل. شفنا باللي اللاعب دار الكروشي الاخر خلى لاباط نتاعو خلى رجلو تتريني. عاودوا لي ابراهيم الصور، عاودوا لي الصور. كي كاين كونتاكت يا فوت، كاين فوت مت بينالتي سي كلير. يعني غير كلمه الحق للانديه الجزائريه اللي نولوا في الفلسفه ولا جوريسبريدونس نعم. سام سلام تفضل. بينالتي فلاغرا وي خويا وين نبيل تفضل حلل لي هذه اللقطه. لا كاين بينالتي فلاغرا على حسب ما شفنا له. نعم غير دار الكروشي الاخر شد له لا سي فلاغرا. خاطر بصح انا سكي ميطون سي كو تشوف دون الماتش في الخارج دي زاكسيون هكذا ما هي با دو بينالتي باين.
حنا هنا الاربيت يروح يشوف الفار الوغ كو سيت بينالتي. الحكم الدولي هذا اللي نحترمه كثير كي قال لي الحكم هو اللي عنده الحقيقه القانون، قلت له با فورسيمون. لا قلت له يقدر يقرا القانون ما يفهموش ويقدر يفهم القانون وما يطبقوش. الحكم ماشي نبي. لا لا مي هذا عليها بلي ضربه جزاء. لاكسون ضربه جزاء هدف دراوي. هدف دراوي. هدف دراوي اللي عاد الحكم المصري امين عمر ورفضه بحجه المونديالي. مونديالي رايح المونديال. خلي لي الصوره ابراهيم، خلي لي الصور ثابته بعد نعاودوا نولوا للفيديو. خلي لي الصور ثابته. وكان عنده موقف جيد في لاكوب دافريك يعني. مش هذه صور ابراهيم، صور لمس الكره للحكم. صور لمس الكره للحكم هنا ابراهيم. هنا لمست الكره الحكم المباراه امين عمر، من بعد خذاها دراوي وسجل الهدف، من بعد الحكم عاود ولا بحجه انه الكره لمساته ومد خطا. بصح حنا بين هنا قالوا لا لوا 9 اسمح لي، لا لوا 9 واش تقول لك؟ الكره خارج اللعب يعني ما تحبس يعني ما كاش. عديد من النقاط يقول لك وقتاش تولي تحبس شنو فوت تحبس تلغى اللقطه. يقول لك اذا كان الكره لمست الحكم وبقيت الكره في ارضيه الميدان وفريق يقدر يستغلها لبناء لقطه واعده، او ديريكت يلونطر ديريكتومون دون لو بوت وريكيبيري بار ليكيب ادفيرس. سافدير في اللقطه هذه في سافدير الكره لمست الحكم وبقيت في ارضيه الميدان واستغلها فريق من اجل بناء لقطه هجمه واعده. سافدير هذا والصراب هذا الشيء السؤال كاين صحيح. خلي الافضليه يقرا في القانون. خلي الافضليه. الكره لما تكون عند اسفي، عند فريق اسفي يجي يدير اون باس لزميله مثلا تضرب في الحكم وتروح للاعب تاع اتحاد العاصمه وتكون هجمه واعده ويروح يسجل بها هدف. انا سي اونتيرمون داكور. هنا باينه لان لاربيت الى جيني دخل بجسمه الى جيني ليفوليسيون دي جو. ولكن الكره كانت عند اتحاد العاصمه وقاس الحكم وبقات عند الاتحاد العاصمه راح سجل هدف. وين المشكل؟ تفضل تفضل سي عبد. كان واش حبيت نقول لك على اون ديسيزيون هكذا تاع الاربيت ينحي لك ضربه جزاء، على بالك تهلكك شويه. انت معليش ضربه الجزاء شرعيه ولقطه هدف دراوي. لا ولكن حبيت نقول لك باللي شوف يعني دوك انت اوليو يكونوا 1-0 يروحوا افيك ان افونتاج دان بوت يروحوا 0-0 سي با باراي. التاثير السلبي الذهنيات تاع اللاعب يفي دي زيفور راه تعبان اللي 200 بيلساسيون راه تعبان كذا يفي لي فور يماركي بيت تجي تجبد له حكايه اللي اكزاكتومون الاربيت ماشي فهمنا الشيخ، ماشي فهمنا المشاهد ومناصري اتحاد العاصمه والجمهور الجزائري بشكل عام. هدف دراوي صحيح وصحيح 100% رايي. هدف دراوي الملغى. انا عطيت لك الحاله اونكاوي الكره جات من عند اتحاد العاصمه قاست الحكم جات لا يفالي سيفلي على ما حبسش يفالي يحبس على حتى يسجل الهدف باش يرجع. صدير لوجيكمون يحبس لوجيكمون ليش لافار يحبس حس بالبالون ضرب فيه حس بالبالون ضرب فيه لوجيكمون يحبس صح. هذه الاشكاليه علاش ما حبسش باسكو القانون يقول واضحه يقول لك البالون يحمى خطا تما خطا إذا الكرة لمست الحكم وبقيت في أرضية الميدان وبنى عليها فريق هجمة واعدة. هذا هو الصراع. ومن بعد كي يعاود يصفر ما كاش تحبس اللقطة يدير كرة بين اثنين. هذا هو القانون واش يقول. ومن بعد يقول لك في دو الينيا دو يقول لك في نهاية الأمر بالك إلا بونسي كو إلا با شونجي دو تراجيكتوار بوتيتر باسكو هنا القانون شو غامض يقول لك الكرة تبقى في كل الحالات في وضعيه لعب حتى تلمس الحكم تلمس الكره للحكم. لو بالون ايت اون جو دون توت لي زوتر سيتياسيون او يل توش ان اربيت دو ميم. بون خلينا حاجات اخرى هذه هي يعني اذا مش بونس اذا ما بدلش اون ديريكسيون يخلي اللاعبين وقتاش تلغى لانه تبنى هجمه واعده وتبدل المسار تاعها. هنا قلت لك ماشي واضح اسكو يتبدل المسار ولا ما يتبدلش، لكن القانون يقول لك كي توشي الحكم الكره وتبقى في الميدان تبني هجمه واعده يحبسها لك من البدايه. يرجع الكره ترجع للاعب اللي قاس الحكم. لا سي دو جوجي. انا نجي ندير لك دوك عبد السلام يجي يدير لك لاباس انا اربيتر يجي يدير لك لاباس انا نمر تقيسني الكره وتروح عند نبيل يرجع الحكم. بس هو القانون ما يقولش هذا يقول لك
في كل الحالات رانا نشوفوها في لي ماتش في كل ماتش انا ماشي اربيت الحكم الدولي اللي نحترم انا ماشي لي ماتش اوروبي نشوفوها تو لي ماتش يعاودوا يرجعوا يمد الكره لعند السلام. الشيخ القانون واش يقول؟ في كل الحالات غلقها لك في كل الحالات كي تصير هذه تخبط في الاربيت تتبدل المسار بحجم مواعيد جو سي با تخرج لاط جو سي با يقول في كل الحالات الكره تعاود تولي في اللعب يسموها اون بالاتير اونتر دو ولكن باش نتفقوا ايضا في المجمل انا ما نحاولش نحوس على اجابه لسؤال لماذا التحكيم الافريقي المنحاز، لماذا؟ لانه الاجابه واضحه. سي عبد السلام واثق من قدره اتحاد العاصمه على التدارك؟ كيفاش تدارك تاهل في العوده يقدروا انا نظن باللي انا كيما شفت الماتش ماهوش بالفريق الاخوه يسمع عندهم النيفو خير والخبره الافريقيه شوف نوليو كي يسمع كي سي ار بي ميم سي ار بي عند الزمالك سي با هاد ليكيب ولكن سي ار بي عندهم امكانيات يروحوا يجيبوا نتيجه مليح ويسمع كذلك. هذا اللي نتمناوه سي سعيد كناوي وسي عبد السلام بوسي ورفيق. واحد وقت البرنامج انتهى الحديث الشيق. عائله مهني الله يرحمه. وصلنا للختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. على العموم مبروك والف مبروك. ماشي نقولوا التاهل ولكن انما نتيجه ايجابيه للفريق اولمبيك اسفي. يعني مازال خصو يخدم في المباراه الاياب ان شاء الله باش انه يفوز ويتاهل لاول مره في التاريخ ديالو غيتاهل للنهائي ديال كاس الكاف. فنتمناو ان شاء الله كل التوفيق للفريق اولمبيك اسفي. واليوم كذلك فاز فريق الجيش الملكي بهدفين ل0. قدموا واحد الاداء جيد فريق الجيش الملكي. نهضر بركان اليوم صراحه ما شفناش ذاك الفريق اللي لعب ذاك المباراه جميله ضد فريق الهلال السوداني. اليوم صراحه ما قدموا حتى شي حاجه وما شفناش يعني مرمى فريق الجيش الملكي. يعني رضا التقناوتي طيله المباراه فكان في واحد الاريحيه تامه صراحه ما وصلوش ليه اللعابه ديال النهضه بركان. في حين شفنا عده محاولات ديال فريق الجيش الملكي. على العموم الجيش الملكي كان كيستحق هذا الانتصار. فكل التوفيق للانديه المغربيه المشاركه في الدوريات الافريقيه. وصلنا للختام ديال الفيديو ما بقى لي الا نودعكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.